يلا بينا نعمل حمص الشام، حاجة تدفينا في ليالي الشتاء الجميلة دي. نجيب الحمص زي ما احنا شايفين كده، الحجم الصغير الحلو ده، وبعدين ننقعه مدة ما تقلش عن 4 ساعات لحد ما يتضاعف حجمه بالشكل ده. وبعد كده بنصفيه ونحط عليه مية نضيفة ونرفعه على النار لحد ما يدخل كده في السوا. نروح كاتبين المية اللي بالرغاوي دي ومصفيينها، وجايبين الحمص بقى مغسول وحلو، ونحط عليه الصلصة بتاعتنا. الصلصة دي عبارة عن طماطم مسبكة معاها بصلة، 4 5 فصوص توم، ومطحونين ناعم جدا في الخلاط. وبعد كده بنعصر ليمونة ونحطها بقشرتها، ولو عايزة تشطشطيه وهو بيتعمل حط عليه قرن فلفل. وبعمل له بقى الدقة بتاعته لوحدها، عبارة عن معلقتين توم مفرومين ناعم جدا في الخلاط بشوية مية، وكزبرة مطحونة وكمون مطحون ومعلقة خل صغيرة، والمية بتاع الحمص بحطها عليه وهي سخنة خالص كده. وبعد كده بفرغ الكوبايات بتاعتي، وبحط عليها الدقة ديت، وبحط عليه الليمون